اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن موقف تقريبا كل بيت مر بيه. الام بتنادي مره واثنين وثلاثه والطفل يبص او ما يبصش او يقول حاضر بس ما بيعملش حاجه في الاخر، وساعتها السؤال اللي بيطلع فورا هو بيتجاهلني ولا هو عنيد ولا مش مركز ولا في مشكله اكبر؟ النهارده هنفك اللغز ده بهدوء ونفهم الفرق بين عدم السمع وعدم الاستجابه وعدم القدره على الاستجابه. خلينا نبدأ بأهم فكرة في الحلقة كلها. الفكرة الأساسية مش كل طفل ما بيستجبش يبقى قليل أدب أو عنيد أو مش مهتم. في أطفال كتير بيسمعوا كويس ولكن مخهم مش قادر يعالج الكلام في اللحظة دي، وده فرق مهم جدا. طيب ليه الطفل بيسمع وما يستجبش؟ السبب الاول وده واحد من اهم الاسباب وهو التحميل الزياده على المخ او الاوفر ستيميوليشن. مخ الطفل بيتعب بسرعه، خصوصا لو في دوشه حواليه، شاشه شغاله، لعب كتير حواليه، تعليمات كتير ورا بعض. في الحاله دي المخ بيعمل حاجه شبه فصل الكهرباء كده. الطفل هنا مش بيتجاهلك، هو اتقفل مؤقتا، وده شائع جدا بالذات عند الاطفال الحساسين او اللي طاقتهم عاليه. وفي حلقه كامله في القناه هنا عن الحساسيه الحسيه عند الاطفال، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف بتاع الحلقه. في سبب تاني بنغفله كتير وهو ان الطفل مش فاهم المطلوب بالظبط. يعني احيانا الاهل بيقولوا رتب اوضتك، خلص بسرعه، بيسمع الكلام. دي اوامر غامضه بالنسبه لمخ الطفل. الطفل بيسمع لكن هو بيقف عند طب اعمل ايه؟ يعني ابدا منين؟ امتى اخلص؟ فلما يحتار ما يعملش حاجه، وده يفسر غلط على انه تجاهل. وده ياخدنا لسبب مهم جدا وهو توقيت الكلام. ساعات توقيت الكلام بيبقى غلط، يعني الطفل هو بيلعب او مركز في لعبه او متحمس جدا لحاجه او متضايق، هو مش في وضع استقبال اوامر. مخ الطفل ما بيعرفش يقف ويحول وينفذ في ثانيه واحده، فلو كلمتيه في توقيت غلط هيبان ان هو مش سامعك. طب يا دكتور امتى بقى نقلق فعلا؟ يعني امتى عدم الاستجابه دي يحتاج تقييم من دكتور اطفال؟ نبدأ نفكر لو الطفل نادر لما يستجيب، يعني حتى في الهدوء، حتى من غير مشتتات، حتى لو أوامرنا بسيطة، أو لو مش بيبص لما تناديه، ما بيتفاعلش معاكي، ما بيردش على اسمه، خصوصا لو طفل صغير. هنا دي نقطة مهمة جدا. لازم نفكر هل في مشكلة سمع؟ هل في تأخر لغوي؟ هل في صعوبة انتباه؟ وهل في علامات طيف توحد؟ هنا ده مش تشخيص لكن ده تنبيه لينا ان الطفل ده محتاج تقييم. طيب عمليا يا دكتور لو ابني ما عندوش العلامات الخطيرة دي ان شاء الله اعمل ايه؟ يعني ازاي اخلي ابني يستجيب؟ هنا اول حاجة لازم نقلل المشتتات قبل الكلام، يعني نقفل الشاشة، نقرب من الطفل، نبص في عينيه، نلمس كتفه بلطف وبعدين نتكلم. تاني حاجة نقسم الكلام، يعني لو قلت له ادخل اغسل ايدك وغير هدومك وتعالى كل، لا قولي له قوم اغسل ايدك ونستنى بعدين الخطوة اللي بعدها، وهكذا. مخ الطفل بيتعامل مع خطوة خطوة احسن بكتير مع خطوات كتير مع بعض. تالت حاجه نستخدم نبره ثابته، مش نصرخ وفي نفس الوقت ما نستعطفش الطفل يعني. رابع حاجه نستنى ثانيتين بعد ما نطلب. الطفل محتاج وقت يبروسيس الكلام، يعالج الكلام، مش يرد فورا زي الكبار. وخامس حاجه ان احنا نمدح الاستجابه مش بس النتيجه، يعني عجبني انك بدات على فكره حتى لو لسه ما خلص، ده بيعلم المخ ان الاستجابه دي حاجه ايجابيه. هنا في نقطة مهمة جدا لازم تتقال، وهي ان الطفل اللي بيفصل ده مش طفل مهمل، ده غالبا طفل تعبان او مش منظم او محمل اكتر من طاقته. كل ما هنزود الضغط عليه كل ما الاستجابة هتقل، وكل ما هدينا الطريقة اللي بنطلب بيها كل ما الطفل قرب مننا واستجاب اكتر. في النهاية يا جماعة مش كل طفل ما بيستجيبش بيبقى بيتجاهلكم، احيانا هو محتاج توقيت احسن، كلام اوضح، ضغط اقل، وتفهم اكتر. افهموا مخ ابنكم قبل ما تحاسبوه. ولو الحلقه دي فكرتكم بموقف حصل في البيت عندكم شاركوها مع حد محتاج يسمع الكلام ده واكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر موقف بتحسوا فيه ان ابنكم مش سامعكم او مش بيستجيب ليكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصلكم حلقاتنا الجديده اول باول. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.